السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اطم الصحه والعافيه. نتمنى البنات هذا الفيديو يلقاكم هانيين نتوما وليداتكم والديكم او ما يعز عليكم. متتبعاتي الوفيات، اش كتعاودوا؟ كي دايرين مع هذا الغلاء وكي دايرين مع الوقت وكي دايرين؟ ولكن البنات كنقول لكم بان راه متتبعاتي انا كنعتز بهم وكنديرهم فوق راسي كاملين. علاش البنات؟ ملي كنقول لكم البنات دخلوا معايا في التحدي كتقولوا لي حنا معاك وكنلقاكم محمسين ونايضين، تبارك الله عليكم. كنقول لكم غنبداو في سياسه التقشف كتقولوا لي حنا معاك جميله. لا يخطيكم البنات، لا يخطيكم. كما انا كنحمسكم، وكما انا كما قلتوا كنغير فيكم بزاف د الحوايج، حتى نتوما حبيباتي كتغيروا فيا بزاف د الحوايج. هنا قبل ما نبدا الفيديو ديالي غنقول لكم ديروا لايك البنات، ديروا لايك الله يعطيكم بيت في الجنه. اللي مريضه يا ربي تشافيها، اللي عندها شي كربه البنات يا ربي تفكوا عليها، اللي ما كتولدش بغيت الله سبحانه وتعالى يعمر حزامها. متتبعاتي الوفيات، بديت لكم هذا الفيديو بشويه ديال التنظيف، بغيت نزعمكم، بغيت انا ننظفوا تعودوا تنوضوا بكري البنات وننظفوا ونقيو، وعاد باش البنات نشوفوا راه الا ما كانتش الدار نقيه وكان كلشي مقاد راه ما يمكنش البنات تفكري انك تمشي توفري ولا تقتصدي ولا يجوك افكار ولا الا ما كانش كلشي مرتب. هنا حبيباتي كما كتشوفوا بديت معكم الروتين من بيت ولادي. هذا النهار البنات فاش كنخمل انا بيت ولادي، يعني الاسبوع كامل وكل مره كل نهار دايره نهار البيت، يعني نهار البيت ولادي نهار لبيتي انا. ها من نهار حلت البنات للدار، يعني الدار الجديده خص نديروا لها سيستيم ديالها باش يبقى كلشي نقي، يعني كل نهار كنوض البيت. وبهذه الطريقه البنات خفاف عليا الشقه. والجمعه البنات اش دايره لي الجمعه؟ دايره انني كنمسح غير الشراجم وكنمسح الحيوط وكنمسح الكوزينه، هادشي اللي دايره الجمعه. صافي حبيباتي. والحد كيبقى ليا خاوي، الحد البنات كيبقى ليا ترونكيل وخاوي. هنا البنات راه الصباح تقريبا. هنا البنات كما قلت لكم حبيباتي غادي نخمل بيت ولادي، غادي نضرب ليه واحد السيقه فاعله تركه والزرابيه البنات راه حيدتهم، ضربت السبيراتور جفيت، يعني حبيباتي كلشي حيدته. انا غنشارك معكم البنات لي زور جاوني كادو لبيت ولادي، غنشاركهم معكم، انا كنحلهم معكم ونشوفوا هما البنات كي دايرين ديال الايكيا، نشوفوا هما البنات كي دايرين، نشوفهم كيفاش غادي يجيو في البيت. هنا البنات غنشارك معكم، غنعطيكم بزاف د الحوايج في هذا الفيديو، وفيديوهاتي ان شاء الله كلهم ان شاء الله غادي يبداو يجيو بهذه الطريقه البنات. غنشارك معكم كل مره ركنه من ركاني في الدار بحال هكا، غنخمل معكم بحال هكا، الا بيت النعاس البنات هو اللي قلت لكم ما غاديش نشاركوا معكم. كل مره غنشارك معكم وغنعطيكم شي، غنعطيكم البنات بزاف د الحوايج اللي ممكن تستافدي منهم. غنقول لك حاجه وحده، نوضي اختي، نوضي خدمي على راسك، نوضي اختي. الا عندك هي شي حرفه في يديك نوضي ديريها. حرفه تدخل لك غير 10 دراهم في النهار، راه الحرفه ديال الحلاله البنات راه سبحان الله شحال كيطرح فيها الله البركه. هنا كنوريكم لي زور البنات راه قطنيين وغزالين فنين، عجبوني انا البنات هاد لي زور بهذاك اللاوات ديالهم بكلشي. غنحلو معكم غتشوفوهم كي جايين. هادو كاين الواحد ديال لاستيك كيتفرش هو الاولاني، عاد باش هذا بالمخده ديالو كيتخشى في هذاك اللاوات، يعني غزالين البنات فنين عجبوني وجاو ليا مع بيت ولادي مع فيه القهوي. وداك البيج تا هو كاين في الزريبيات ديال بيت ولادي، والكري كاين في الزليج، يعني راه جا غزاله البنات. هنا كما قلت لكم البنات غنقول لك اختي نوضي خدمي على راسك، نوضي اختي تحركي وخدمي على راسك وتوكلي. الله سبحانه وتعالى قال لك اعقلها وتوكل، وقيل البنات هكا كيقولوا لا اعقلها وتوكل. يعني صحوا لي البنات، صحوا لي في كومونتير. بغيتك اختي تنوضي كتشوفي في هذا الفيديو نوضي قولي انا اش يمكن نعطي، ما تبقيش غير الشقا وتقولي راه الشقا هو صافي راه درت. اختي كتشقاي كتجمعي دارك راه درتي ما شاء الله. المهم البنات نهضر معكم على البيت ونرجع. حبيباتي كما كتشوفوا هنا متتبعاتي الوفيات كنوريكم لي زور كي جاو غزالين، خصاتهم شي صليحه، غادي نصلحهم ان شاء الله باذن الله ونعاود نفرشهم. هنا البنات كنوريكم عجبني بيت نعاس. عافاكم البنات، قولوا لي اقتراح اشنو كيبان لكم، اشنو نغير، اشنو غادي ندير، الاقتراحات اللي ممكن نبدل في بيت ولادي واش عجبكم. هنا البنات المتتبعات الوفيات القدام غيقولوا لي هاد البلاكار اللي درت فيه القصص فين كان في الاول، فاش يلاه شريته فين درته. البيرو حطيت البيرو اليوم هنايا. شوفوا هاد الطريقه اللي حطيت بها بيت النعاس والجاد. الزريبيات البنات راه خديتهم من اسواق السلام بالنسبه لهاد الباركي. هاد الطرف كان عند الزوج ديالي في الخدمه وجبته وجاني البنات وسخن ليهم بيتهم. والله البنات الا عطاهم واحد السخونيه غزاله في البيت. صافي البنات كنحاولوا نتماشاو مع الوقت. كما كنقول لكم انا درويشه وبنت الشعب والحمد لله الله ما كيخيبني.
هنا مباشره بعد ما جمعت البيت البنات، راه تقريبا جمعت البيت كانت شي 7:30. انا ساليت بيت النعاس تاع ولادي 7:30، ساليت فاق ولادي مع 7، دخلت مباشره للبيت، خملت ودقت عليه دغيا، درت فيه تقريبا شي نص ساعه ساليته. صافي حبيباتي كما كتشوفوا هنا وانا نجي بنصاوب حريشه. هنا درت البنات نص كيلو ديال الدشيشه كما كتشوفوا، درت فيها قبيصه تاع الملح، ودرت الماء كيطيب حدايا، وحدايا البنات واحد 2 حفينات ديال السميده ديال الحلوه، 2 حفينات بالضبط. تقريبا البنات غادي تكون 2 دراهم ديال الزنقه، 2 دراهم حتى 3 دراهم، هادي ما فايتاهاش. هاد الحرشه البنات راه ب5 دراهم تقريبا، تقدري تقادي هاد الحرشه. تخرجي تجيبي اختي نص كيلو ديال الدشيشه، ولا رابعه ونص رابعه ديال الدشيشه، والما باقي جيبي سميده ديال الحلوه، وجي اختي ديري حريشه وفطري بها وليداتك، اقتصاديه وفي نفس الوقت صحيه. هادشي اللي كاين متتبعاتي الوفيات. السميده البنات درت فيها قطيره تاع الزيت، غادي ندير فيها شويه ديال سنيده، وغادي ندير فيها شويه معلقه تاع الخميره تاع الحلوه، وصافي غادي نحاول ندخل فيها ديك الزيت والماء راه كيطيب حدايا البنات اللي غادي نخوي في ديك الدشيشه. هنا كنوريكم الخميره حتى هي ديال الحلوه اللي غادي ندير، ونرجع معاك حبيبتي اللي قلت لك العمل. نوض اختي خدمي، راه حتى الخدمه ديال الدار خدمه. غتقولي جميله لا راه انا ما كنساليش، فيقي غير بكري، فيقي غير بكري ونظمي، وراه غادي يبقى لك الوقت. خدمي اختي، نوضي لا الا قاده ديري شي حاجه من دارك ديريها، كتعرفي العقاد ديريهم، كتعرفي الرانده ديريها، كتعرفي ونوض اختي خدمي وتحركي. كي قلت لك راه نجيب هي 10 دراهم في النهار وبالحلال، وراه كيطرح ليا الله فيها البركه. هادشي غنقول لك اختي، ما تقعديش في الدار وتقولي ناري وتبقاي هذا علاش دار وهذا علاش وصل. خدمي اختي على راسك. انا البنات انا كنقولها لكم وكنعاود نقولها لكم، انا كل ما الخدمه ديال الزوج ديالي واليوتيوب، لانني كنفكر انني دابا نخدم في اليوتيوب مزيان. كنا البنات درت مشروع، واحد المشروع في بالي، وان شاء الله ان شاء الله يقدر غادي نديرو. يقدر البنات، انا كيدور ليا في دماغي، راه قلت لكم لساني كياكلني. المهم كيدور ليا في دماغي ان هذا المشروع البنات ان شاء الله غادي نديرو، واخا خدمت الزوج ديالي واخا اليوتيوب واخا، ولكن هذاك المشروع غنلقى فيه راحتي. يعني غنكون كندير شي حاجه انا باغيه ان شاء الله باذن الله. للي حاشم علاش لا، انا حاطاه قدام عينيا وعلاش لا البنات. المهم حبيباتي كما كتشوفوا على قلت الله اكبر، كما كتشوفوا متتبعاتي الوفيات. هنا السميده ديالي دخلت فيها الزيت مزيان والماء طاب، ها هو كنكبو على الدشيشه. غادي ندير البنات الدشيشه ديالي حتى كتوصل، حتى كتغطى لينا بالماء عاد باش كنحبس، يعني كنكب الماء حتى تغطى الدشيشه عاد باش كنحبس. هنا البنات غادي نخليه على جنب، وفي نفس الوقت غادي نمشي نعجن. يعني كما كنقول لكم ملي كندخلوا لكوزينتنا كنديروا ايدنا في ايد خو. حاجه وحده اللي نوصيكم البنات، هي الكوزينه دائما نصبحوها نقيه، لان الكوزينه اللي ما صبحتش نقيه هي اللي كدير لنا العراقيل. هنا البنات غادي نعجن هذا البانيو. دائما كنخلي الاوقات الصعبه، يعني نهار كتكون عندي العجينه كثيره. هنا درت شويه ديال الدقيق ديال النخاله، ودرت البنات الدقيق ديال الدقيقه البنات ديال اللي شاركت معكم ديال العظمه، اللي قلتوا لي جميله سميتو العظمه البنات بلادي، العظمه بلادي. صافي حبيباتي، هو باش غنعجن كيجيب الخبز زوين البنات، وهذا راه كيعجنوا فيه في المخابز، كيعجنوا فيه الناس ديال اللي كيديروا الخبز ديال الزنقه. وهذا الخبز البنات راه بهذه الطريقه كيجي بحال ديال الزنقه البنات. راه واحد السيده كي قلت لكم كنت كنعرفها كتعجن الخبز ديال الزنقه من دارها، هي والزوج ديالها، هذه هي الحرفه ديالهم، وراه داروا منها الدار البنات، داروا منها الدار. هادشي اش كنقول لك اختي، الا في يديك شي حرفه نوضي خدمي على راسك، نوضي اختي خدمي على راسك. راه شحال من وحده فينا كتكون خدامه ما قادراش تخدم، ولا كتقول يا ريت يا ريت يا ريت كون لقيت يكون عارفه شي ناس نقايه اللي ممكن نعود نتعامل معاهم ونجيب الخبز من عندهم ونجيب الملاوي من عندهم. يا اختي نوضي خدمي على راسك. الا كنتي اختي كتعرفي لهاد الحرفه وكتجيبي الخبز واعر وكتجيبي، نوضي اختي خدمي وخرجي عطيه للمخابز، خرجي عطيه للحوانت، خرجي اختي جلسي انت براسك وبيعيه. راه دابا حتى حاجه ما عيب، شتي خدمت الحلال البنات راه ماشي عيب. المهم متتبعاتي الوفيات كما شفتوني هنايا، راه درت المليحه، درت سنيده، ودرت الخميره الحبيبات ديالي، وغادي نعجن العجينه ديالي نعطيها واحد الطروح ديال الدلوكيه، وغادي نجريها البنات. الميزه اللي كيديروا في الخبز ديال الزنقه هو كيجريوه البنات. السيده اللي كنت قلت لكم انها كتعجن الخبز راه ما كتدلكوش بحال اللي كيدلكتو انا، راه هي كتخلطو وكتجريه وكتخليه البنات، كتخليه ظرف شي ساعتين وهو هكا في البانيو. كانت تعجن كميه كبيره لدرجه فاش كانت بدات البنات راه بدات بكميه قليله، وفي التواخير كانت تعجن
في التواخر البنات وصلت انها كتعجن مثلا 25 كيلو العاديه و25 كيلو اخرى ديال النخاله تقريبا. البنات انا قلت تقريبا وصلاتها، لان ما شاء الله كان خبزها كان خبزها زوينه البنات، وكان خبزها ودرت كليان كيجيو عندها كيدقوا حتى للدار، وكانت هي كتخرج ديك الساعه لواحد المحل وكتبيعو، ولا دارت كليان اللي ولاو كيجيو تجيو لي كوموند كثار. هادشي اللي كاين متتبعاتي الوفيات. صافي حبيباتي، هنا عجنت العجينه حتى انا ان شاء الله راه غادي نعجنو كثير اللي غادي يدي ليا تقريبا الاسبوع. وهنا دزت الدشيشه ديالي اللي كانت شربات لميها اللي درت، غادي نضيف 2 حفينات ديال السميده ديال الحلوه. كي قلت لكم البنات هاد السميدات الحلوه الدور ديالها اشنا هو كطري لينا ديك الدشيشه كتخليها طريه وكتجيب لنا ديك الحرشه طريه. متتبعاتي الوفيات، يعني فطور صحي واقتصادي في نفس الوقت. ضفت معلقه تاع الخميره وغادي نعجن العجينه ديالي الحرشه ديالي متتبعاتي الوفيات. وغادي ندوز هادشي كله في الصباح. راه ما غاديش تجي البنات فين توصل ل 11 تلقاني انا قاعده كنلبس حويجاتي باش نمشي نخرج للعمل عند الزوج ديالي. كنمشي عنده مع 11 ما كنجي حتى للجوج، كنتغدى ثاني انا ووليداتي وكنعاود نرجع في العشيه. بهذا السيستيم البنات كنمشي، وبهذا السيستيم نجح حياتي. ولكن بالليل كنقص عليا بزاف. غندير معكم واحد الروتين ديال الليل اللي باش تعرفوا اشنو شحال كينقص عليا. هنا البنات جبت الطراح هذا غنطرح فيه الحرشه ديالي، درت الزيت ودرت الدشيشه ها انتم كما كتشوفوا. وغادي نرجع البنات نقول لكم على الخدمه. انا البنات راه كنصحكم وكتلاحظوا انني كنصحكم من قلبي والله شاهده البنات ان كما كنبغي الخير راسي وكما كنشوف ان راسي انني غاديه في الطريق وكنقول وبغيت متتبعاتي الوفيات حتى هما يوصلوا. بغيت متتبعاتي حتى هما يكتبوا لي في التعليق ويقولوا يا جميله حنا راه الهدف ديالنا وغادي بغيت نوصل ليه وغادي ندير هادشي اللي بغيت. كتشوفوني كنهضر بحرقه دائما في الفيديوهات ديالي. بغيتكم متتبعاتي الوفيات توصلوا. حاجه وحده البنات اللي بيتكم تبعدوا عليها، العيالات المتتبعات ديالي احباباتي اخواتاتي، هاد النصائح كنعطيهم لكم من قلبي. حاجه وحده اللي بيتك تبعدي عليها هي الجمعات والهضره الخاويه مع العيالات. بعدي عليها اختي. الوقت فاش انا غادي نجمع نمشي نهز اختي ندير غير راندا، نمشي نهز ندير نتعلم هي شي حرفه في يديا، نمشي نعجن اختي لداري، نمشي بعدي على الجموع مع العيالات وضيع الوقت بلا معنى. اختي انا كنقول بلا معنى. انا شخصيا البنات راه ما دايراش صحابات بزاف ولا تقريبا. البنات تقريبا عندي صاحبه وحده تقريبا البنات كنمشي عندها مره في شحال، كتجي عندي حتى هي مره في شحال. انا كل شيء البنات الوقت ديالي في الدار وفي الخدمه مع الزوج ديالي وفي الاهداف ديالي. هذا هو وقتي. هنا فين كيمشي ليا وقتي بزاف البنات ومع ولادي. هادشي فين كيمشي ليا وقتي. وهكا في التصوير في اليوتيوب الا رجعت لليوتيوب. صافي حبيباتي هادشي اللي كاين هنا. كما كتشوفوا الحرشه ديالي راه المراحل ديالها باينين البنات. كنخليها شويه جاريه باش ما تجينيش عرفتوا الدشيشه كتشرب الماء. صافي حبيباتي وغادي نطيبها على نار مهيله البنات. الاهم هو اننا نديروها على نار مهيله. وهنا حبيباتي كطيب شويه وكنبقى انا نحرك بها من هنا لهنا وكنلعب بها في هنا وفي هنا حتى كتحمر ليا كامله. هنا البنات رانا مجمعه مع بنتي في نفس الوقت في الكوزينه في الحليب راه فاض. وغادي ندير القهيوه. واحد الحاجه طرات ليا في الحرشه وخليتها البنات اعتمدت نخليها لان باش ما نقطع لكم والو. انا بنوريكم جميله بالبساطه ديالها اشنو. شوفوا البنات شوفوا الحرشه كي قلبتها وهي تخسر ليا، ولكن ماشي مشكل. انا مجمعه مع بنتي ما عطاش كانت كتعاود ليا تلفاتني ما خلاتنيش حطيت الخشبه في الوسط. الطريقه باش قلبتها راه ماشي طريقه راكم شفتوا. صافي هنا الحرشه ديالي هي تحمرات وجات غزاله البنات. راه ما نعاودش لكم الاهم انها بنينه ومعلكه وزوينه البنات. هذا هو الفطور ديالي انا والزوج ديالي حطيته. غادي نفطر انا والزوج ديالي ووليداتي وصافي. هما غيمشيو ولدي غيمشي للمدرسه عنده ساعه. البنت راه ما قارياش نص نهار تاع الصباح. بالنسبه لولادي البنات راه كيقراو غير في الابتدائي. ولدي كيقرا في ازلي الناس ديال مراكش. هادشي اللي كاين حبيباتي. بالنسبه لبنات الحليب ديال النيدو يعني انا في الاترو تاع الحليب راه كندير كاس اللاروب ديال العنبه كنديرو في الماء بارد وكنحرك مزيان على باش كنديرو يغلى. هادشي اللي كاين هنا. كنوريكم الحرشه ديالي كتجي رطبه. راه البنات كنمونطي لكم الفيديو مع الزيت البلديه ناري 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 كي تجي. راه كنمونطي لكم الفيديو وكنقول وانا صايمه البنات كنقول غادي نوض ندير واقيل شي حريشه نفطر بها. راه كتجي غزاله. ديروها البنات وجربوها ردوا عليا. شوفوا هنا كنوريكم العجينه كي جاريه. هنا البنات درت واحد شويه ديال الماء درت قطيره تاع الزيت. هاد لاستيس البنات اللي شفتوني درت هاد الطريقه كنت كنشوفها عند السيده اللي قلت لكم كانت تصاوب الخبز بهاد الطريقه. قلت لها علاش كديري الزيت في الماء؟ قالت لي كيخلي الخبز محمر. كيجي الخبز محمر كله محمر ما كتجيش جهه بيضاء وجهه حمراء.
بهذه الطريقه كنشوفها كتقرص كتخدم تبارك الله يا راجلها والنقا كانت تعجبني بالنقا البنات. نوض اختي خدمي على راسك، يعني العجينه راه كنا كنعرفوا نعجنوا كنا كنعرفوا. نوض اختي قد تعجني عجني، قد ديري حلوه ديريها، قد ديري شي حاجه تخرجيها للزنقه تبيعيها ديريها. نوض اختي المهم كي قلت لك جيبي غير 10 دراهم في النهار ولا تبقاي قاعده. غتقولي الخدمه ديال الدار والوليدات غنقول لك حتى هي خدمه، ولكن غير قدي امورك. بغيتك اختي توصلي، بغيتك انت تحققي الاهداف ديالك، بغيتك اختي انت تكتبوا لي في التعليق. واحد السيده قالت لي عافاك ليك هاد السيده اللي بنهضر عليها الا عرفت راسها راه نسيت سميتها في الكومونتير. قالت لي يا جميله راه بالفضل ديالك وبفضل التحفيز انا درت الذهب ديالي اللي ما عمرني فكرت انني في يوم من الايام غادي نديرو. انا كتشوفوا بنتي كدور حدايا بالبينوار ديالها. صافي حبيباتي كما قلت لكم بغيتكم حتى نتوما تقولوا لي يا جميله رانا حنا درنا ذهبنا، جميله راه انا مثلا اللي كانت كتصلح راني صلحت، اللي كانت بغات تبني راني بنيت، اللي غرضها دير دويرتها تقول يا جميله انا درت دويرتي بشوي بشوي. نصبر 4 سنين 5 سنين 6 سنين وانا كنجمع وانا كندير باش ان شاء الله نوصلوا للاهداف ديالنا. باقي ما حدنا في الحياه وحنا عندنا اهداف. نوضي اختي نوضي خدمي على راسك. انا البنات كما كتشوفوا راه خرج ليا شي 16 خبزه اللي خرجت ليا، يعني غادي تدي ليا الاسبوع، يقدر تكمل ليا الاسبوع يقدر لا. صافي حبيباتي هنا بحال اليوم عجنت الخبز، الغد لي ان شاء الله غادي نعجن الملاوي. هنا كما كتشوفوا البنات غادي نصب الغدا ديالي. الغدا ديالي كي قلت لكم سياسه التقشف، الغدا ديالي غادي يكون خفيف الظريف، وغادي هنا غادي نسالي المهام ديالي وغادي يكون تقريبا 11 انا ساليت. غادي نمشي نلبس حويجاتي ونخرج للعمل. هكا بغيتك اختي تكوني، هكا بغيتك تكوني لاله وتكوني اكتيف. هنا كما كتشوفوني البنات راه بعد نوبات كتشوفوني كنتحرك بحال كنشطح، راه كنشطح. راه بعد نوبات البنات كنكون كنستغفر، بعد نوبات تلقاوني كنشطح، بعد نوبات المهم في كوزينتي انا ناشطه مع راساتي. هادشي اللي كاين المتتبعات الوفيات. نحاولوا نكثروا من الاستغفار ونكونوا ناشطين ونضحكوا مع وليداتنا ونشطوا. هادشي اللي كاين. هنا البنات غادي نشارك معكم هاد اللاطه ديال الحوت كتجي رائعه، يعني غادي درت بصله وحده واقتصاديه في نفس الوقت ومغذيه وغادي تنفعك اختي في هاد الغلا هذا. عوض ما نديروا بزاف ديال الخضره ونديروا عندي بصله، عندي فلفله. هنا ممكن ديري غير نص فلفله الا كانت فلفله كبيره، انا كتعجبني الفلفله درت فلفله كامله. واخا الفلفله يا اختي غاليه معليش جبنا واحد نص كيلو نقضيو به. هادشي اللي كاين متتبعاتي الوفيات. هنا البنات سميتو غادي نشلض الفلفله ديالي ونشلض البصله، وانتم كتشوفوا المراحل كلها ديال هذا الحوت كيجي غزال. البنات جربوا بهذه الطريقه وجاوبوني. البنات بغيتكم تجربوا الحرشه بالطريقه اللي عطيتكم، العجينه بالطريقه اللي عطيتكم، وهاد اللاطه بالطريقه اللي عطيتكم، اكتبوا لي في التعاليق. المهم نرجع البنات للخدمه. متتبعاتي الى انا الفيديو ديالي كنحطو كيوصل تقريبا واحد 11 ولا 12 الف في النهار. هاد 11 ولا 12 الف مرة اللي كتشوفني فيها مرة فيها راجل فيها، بغيت كل وحده قاعده في الدار ما دايره حتى شي خدمه تنوض تخدم وتقول يا جميله انا خدمت، جميله انا درت، ولا تقول يا جميله غير الهدف ديالي اللي كنفكر ندير وان شاء الله راه بغيت نخدم. شوفوا البنات كنبان لكم كنشطح طلقه الشعبيه البنات. المهم كما كتشوفوا هنايا قطعت القزبور، قطعت غادي نحك هاد الخزوه حتى هي غادي نحكها وصافي حبيباتي. وغادي نبداو ندير العطريه ديالي كامله ديال الحوت. راكم عارفين الشرموله ديالنا ديال الحوت، الثومه حتى هي غادي نحكها العطريه كامله ونشرم الحوت ديالي وهانتوما كتشوفوا في الفيديو. المهم حبيباتي كما قلت لكم بغيتكم تنوضوا تتحركوا، بغيتك اختي تحركي، لان من الاسباب اللي لاحظت البنات انا لاحظت واحد الحاجه وما عرفتش صحوا لي في التعليق. لاحظت الطلاق بزاف ولا في اليوتيوب البنات. راه شوفوا البنات راه مادام في اليوتيوب كاين طلاق، مثلا كتقول لك هاد اليوتيوبرز انا طلقت والا قيسي عليها ان هكاك غادي المجتمع المغربي، لان ديك اليوتيوبرز حتى هي من المجتمع المغربي، يعني حتى هي واحد الاشخاص من المجتمع المغربي. هكا قيسي عليها بان هكا غادي. وقلت انا البنات انا كنقول والله اعلم صحوا لي انا حللت قلت بان اسباب ديال الطلاق واسباب ديال المشاكل دابا اللي ولات بين الزوجين هو هاد الغلاء وهاد المعيشه اللي الناس كتشوفوا الناس البنات تقريبا ولات عايشه بواحد المعيشه في شكل. وكاين الناس اللي ما كتشوفش على قداهم، كاين الناس اللي ما كتبيش تلبس على قدها وكتقول علاش هذاك وصل وعلاش انا ما درتش وعلاش راجلي ما باش يدير ولا علاش مرتي ما دايراش وعلاش. وكينوضوا هاد المشاكل. كاين اللي بيعيش كثار من المستوى ديالو وكطلب الزوج ديالها بزاف المتطلبات. البنات كنقول لكم البنات عمركم ما تنبهروا بالمظاهر. المظاهر راه خداعه.
شو لبسي قدك اختي، لبسي قدك وسيري مع قدك ويواتيك اختي، وعيشي مرتاحه وعيشي بسيطه في حياتك. انا قلت البنات بان سبب من الاسباب الطلاق اللي ولات كثيره عندنا في المغرب هو هذا الشيء. انا حللت والله اعلم. عفاكم البنات الا كنت غلطه قولوا لي واش غلط، واش هادشي اللي كنقول صحيح ولا غلط. صافي حبيباتي كما كتشوفوا هنا البنات درت العطريه ديالي ها هي. كلها البنات العطريه ديال الحوت، من الكمون، من زعفران عرك، من كلشي البنات، كلشي درت العطريه هنا البنات. غادي نعصر الحامض ديالي حتى هو. الابن ديالي ها هو البنات راه وجد صافي بيمشي لخدمته البنات. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي، يا ربي تعطينا صحتنا حتى نشوفوهم يا ربي كبار ونوصلوا معاهم يا ربي حنا وانتوما ووليداتكم يا ربي تشوفوهم كي بغيتو يا ربي، يا ربي لا تحرمنا. المهم حبيباتي كما كتشوفوا هنايا غادي نحرك ديك الخضره كامله هكاك تدخل ليا فيها البنات. وفي نفس الوقت راه كنورك عليها البنات، كنورك عليها تدخل ليا فيها ديك العطريه وتبدا تطلق ليا ديك المياه ديالها. هنا البنات زدت شويه ديال المطيشه هكا، الا عندكم زيدوا مطيشه هكا، صوص ديال المطيشه. ما عندكمش بلاش البنات ماشي مشكل، لان غنديروا مطيشه الاخرى. صافي حبيباتي غادي ندير مطيشه ديالي، غادي ندير شويه هكا غنقرضها دوائر ونحطها فوق هذا الحوت هذا. صافي هذا هو الغدا ديالنا. عندي الخبيزه في الثلاجه طايبه، هي اللي غادي نسخن ونحطها مع شويه ديال الزويتينات وشويه ديال الديسير والخبيز ديالي، وهذا هو الغدا ديالنا. اللهم ديمها نعمه وحفظها من الزوال. كما كنقول لكم البنات البساطه هي كل شيء، نحاولوا نعيشوا حياتنا بالبساطه ديالها البنات. ومع ذلك ما كنقولش لكم انا ما يكونش عندك الهدف، يكون عندك هدف ونعيش حياتي بالبساطه. امرك اختي ما تعلقي فين تفلقي، وخلي انت تكون نيتك زوينه وراه الله كيعطيك على قد نيتك. اعقلها وتوكل. هادشي اللي غنقول لكم البنات. المهم كي قلت لكم البنات نرجعوا لهاد القضيه ديال الطلاق اللي ولات بزاف. الطلاق البنات راه مشكله ولا في المجتمع ديالنا بزاف. كتشوفوا بزاف في اليوتيوب بزاف وكيقولوا بان اليوتيوب هو سبب الناس اللي كيطلقوا. اليوتيوب البنات راه ما عنده حتى علاقه. انا كيبان لي البنات، كيبان لي هذا هو السبب. يقدر السبب هو مادي محض، مادي محض. انا قلت البنات والله اعلم. صحوا لي البنات، عافاكم بغيتكم تصحوا لي هذا الشيء. ديك الساعه الوالدين ديالنا كانوا عايشين باللي عطا الله، ودابا هذا الغلاء وهذا الشيء هذا الشيء اثر على بنادم نفسيا اثر على بنادم. انا هذا الشيء اللي بان لي البنات. المهم تتبعاتي الوفيات كما كتشوفوا هنايا غادي ندير اللاطه ديالي في الفران. كما كتشوفوا كنوريكم البنات الفران. واحد المتتبعه كانت قالت لي جميله راه ما يمكنش ما يكونش كيشعل من التحت بوحدو. لا اختي عندي كيشعل فوق وتحت، كيشعل ثاني من الفوق بالفرفاره وكيشعل ثاني بالفرفاره فوق وتحت. صافي حبيباتي غنشعل عليه هنا فوق وتحت بلا فرفاره، وغادي ندخل اللاطه ديالي على درجه ديال الحراره 200 وندخل سميتو ديالي. وصافي حبيباتي هذا هو الغدا ديالنا. اللهم ديمها نعمه وحفظها من الزوال. غنعاود نقول لكم بوسه كبيره لكم متتبعاتي الوفيات، وما تنساوش اللايك. مع السلامه.